السلام عليكم. النهارده هنعمل طاجن المكرونه باللحمه المفرومه اللي احنا بنجيبه من بتاع الكشري. هقولك على شويه اسرار كده هتطلع الطاجن معاكي تحفه جدا، وهقولك على سر الصلصه اللي بيعملوها في المحلات بتخلي طعم الطاجن حكايه وريحته كمان تحفه جدا. هنعمله في البيت بتكلفه بسيطه، مش مكلف معانا خالص. ان شاء الله الوصفه تعجبك، بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدا وصفتنا ونشوف مقاديرنا مع بعض. اول حاجه هنعملها هنعصج اللحمه المفرومه. عندي هنا حله مسخناها كويس جدا، نزلت عليها بمعلقه كبيره من السمنه. طبعا بسيب السمنه تسيح تماما وتسخن معايا برضو كويس جدا قبل ما انزل باللحمه المفرومه. بعد ما السمنه ساحت معايا كويس وسخنت برضو معايا، نزلت بنص كيلو من اللحمه المفرومه. اهم حاجه الحله تبقى سخنه معايا كويس جدا والسمنه، علشان لما اجي انزل اللحمه المفرومه ما تنزلش السوائل بتاعتها، تحتفظ كده بالسوائل بتاعتها، ما تبقاش عامله زي المسلوقه. بعد ما نزلت باللحمه كده زي ما انتوا شايفين بالمعلقه، ببتدي افكها من بعضها علشان ما تبقاش عامله معايا كتل، مش هتبقى شكلها حلو، انا عايزاها زي المفتفته كده خالص. افضل افكها كده اول ما انزلها، افضل شغاله كده بالمعلقه لحد ما الاقيها فكت معايا خالص. زي ما انتوا شايفين كده، اقلبها لحد ما اللون البينك اللي فيها ده يختفي تماما. انا عايزه لونها بني كده زي ما انتوا شايفين، ما يبقاش فيها اي لون بينك خالص قبل ما انزل باي حاجه. بعد كده هنزل بمعلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من القرفه. هبتدي برضو اشوحهم على النار كده لحد ما ريحه القرفه تطلع معايا، هتدي تست حلو قوي للحمه المفرومه. بعد كده هنزل ببصلايه متقطعه مكعبات صغيره، بصلايه كبيره هبتدي اشوح فيها كده شويه، مش عايزاها تدبل معايا خالص، انا بشوحها تشويحه بسيطه يعني. وهنزل بالفلفل الرومي برضو متقطع مكعبات، حوالي فلفلتين، ولو عايزه تزودي عن كده مفيش مشكله. بعد كده هنزل بالطماطم، دي اخر حاجه بقى هنزل بيها، وبرضو اديها تقليبه بسيطه كده. مجرد ما هنزل بالطماطم واديها تشويحه على النار، هبتدي اقفل على اللحمه المفرومه واسيبها خلاص. انا مش هسوي اكتر من كده لان هي كمان هتدخل الفرن تاني معايا. انا كده بعد ما قلبتها هقفل بقى عليها النار ونعمل حاجه غيرها. هنعمل دلوقتي الصلصه اللي هنحطها في الطاجن، هقولك على كل الاسرار اللي هتطلع معاكي الصلصه تحفه جدا زي بتاعه المطاعم واحلى كمان. انا عندي هنا حله سخنتها كويس على النار، حطيت عليهم معلقتين كبار من الزيت وسخنتها كويس جدا. نزلت ببصلايه وسط متقطعه مكعبات، هقلبها على النار تقليبه كده لحد ما البصل يدبل معايا حاجه بسيطه، انا مش عايزاه يدبل قوي ومش عايزاه كمان ياخد لون. بعد ما قلبت البصل كده زي ما انتوا شايفين، بصوا ما خدش معايا لون خالص، نزلت عليه بثلاث فصوص توم مفرومين، برضو هديله تقليبه بسيطه لحد ما احس ان انا شميت كده ريحه التوم. كده خلاص انا مش عايزه اكتر من كده. يعني نخلي بالنا كويس جدا ان مفيش اي حاجه من اللي انا نزلتها لونها يتغير خالص، عشان الصلصه طعمها ما يبقاش متغير معايا. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من الخل، عايزه اقولك ان الريحه تحفه جدا. برضو هقلبهم كده مع بعض كلهم تقليبه. بعد كده هنزل بمعلقه كبيره من صلصه الطماطم واقلبها برضو على النار، يعني تاخد تقليبه كده وعلشان التست بتاع الصلصه يبقى طعمه حلو قوي. بعد كده هنزل بعصير الطماطم. انا عندي هنا كيلو من الطماطم ضربتها في الخلاط. بعد كده حطيتها على البصل والثوم وصلصة الطماطم، بقلبهم مع بعض بقى كويس جدا. هحط معلقة صغيرة من الملح، وطبعا الملح بعد كده لو حبينا نزود هنزود. نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الكمون. كل ما خليتي الكمون
في الصلصة كتير هيخلي طعمه حلو قوي، بس برضو ما نزودش قوي، يعني هي معلقة حلوة جدا بتخلي طعم الصلصة حلو قوي. بعد كده هغطيها بقى واسيبها لحد ما تغلي معايا، واول ما تغلي معايا الصلصة هبتدي اوطي عليها. زي ما انتوا شايفين كده ابتدت تغلي معايا اهي. هغطي بقى عليها واوطي النار خالص، انا مش عايزاها تستبك معايا خالص، يعني انا هسيبها حوالي ربع ساعة زي ما انتوا شايفين كده. هي كده مش متسبكة برضو معايا، انا محتاجة ان هي تبقى خفيفة، ولو تقلت معانا هنزودها مية. هي كده برضو تقيلة معايا. هنزل عليها بشوية من المية، وطبعا بسيبها تبرد خالص وبعد كده بضربها في الخلاط، لان انا مش عايزة البصل اللي موجود فيها والثوم وكل الحاجات دي تبقى باينة خالص. فهضربها في الخلاط بس بعد ما تبرد معايا خالص. كده ضربتها في الخلاط زي ما انتوا شايفين. بصوا السمك بتاعها خفيف جدا، مش موجود فيها اي بصل ولا توم ولا اي حاجة، كله اتضرب مع بعض. نبتدي بقى دلوقتي نجهز في الطاجن. انا كده عندي كل حاجة جهزت معايا. اللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفين تحفة جدا، وعايزة اقولك ان ريحتها حلوة قوي. هبتدي احط كده في الطاجن من تحت لحمة مفرومة. مش هياخد منك وقت خالص، سهل جدا وبسيط ما فيهوش اي حاجة. طبعا بتحطي كمية اللحمة المفرومة زي ما انت حابة، يعني عايزاها قليل عايزاها كتير زي ما تحبي. بعد ما حطينا كده اللحمة المفرومة، عندي هنا المكرونة ما سلقتهاش بقى خالص، انا هحطها زي ما هي كده. عندي نص كيلو من المكرونة، هبتدي احطها كده فوق اللحمة المفرومة. عايزة اقولك ان هي مش هتعجن معانا وهتستوي وكل حاجة، يعني ما تقلقيش خالص ان انت حطيتي المكرونة سليمة من غير ما تتسلق. بعد ما حطيت المكرونة طبعا الحبة اللي فضلوا معايا هحطهم في طاجن صغير. ابتدي بقى احط الصلصة. عشان المكرونة تستوي معايا لازم الصلصة تبقى خفيفة، لو الصلصة تقيلة معاكي ومتسبكة المكرونة مش هتستوي معانا وهتبقى ناشفة ومش هتبقى حلوة خالص. فنخلي الصلصة خفيفة، دي السر اللي هتخلي الطاجن مستوي معاكي مظبوط، كل حاجة مستوية فيها مظبوطة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، انا ما غرقتش برضو الطاجن بالصلصة، يعني انا مجرد ما حطيت الصلصة وحسيت ان المكرونة خلاص كده اتشربت من الصلصة كلها. يعني بصوا كمان المكرونة باينة معايا، هي كمان لما تدخل الفرن كل الحاجات دي هتزيد، يعني السوائل اللي فيها هتزيد شوية. بصوا كمية الصلصة مش كتيرة، مش هحط اكتر من كده. شوية المكرونة بقى اللي فضلوا معايا حطيتهم هنا في الطاجن الصغير. حطيت برضو لحمة مفرومة وحطيت المكرونة، وبعد كده هنزل عليهم بالصلصة. بصوا زي ما انتوا شايفين الصلصة خفيفة جدا. ده السر في السوا بتاع الطاجن، يعني الطاجن عشان يستوي معايا كويس جدا، عشان طبعا المكرونة هنا مش مسلوقة معايا فلازم الصلصة بتاعتها تبقى خفيفة. هحرك بقى الطاجن كده علشان الصلصة برضو تدخل في الطاجن كله والمكرونة تستوي معايا على طول. زي ما انتوا شايفين بصوا المكرونة باينة معايا في الطاجن، يعني الصلصة مش مغطية الطاجن. هبتدي اغطي بقى الطاجن كده بورق زبدة، لان انا هحط ورق فويل فوقيه، فانا مش عايزة ورق الفويل يبقى لامس الاكل على طول، علشان كده حطيت ورق زبدة من تحت. طبعا ورق الفويل هنا مهم معايا جدا، لان هنا المكرونة معايا مش مستوية، فلازم اغطي الطاجن بورق الفويل علشان يبقى محتفظ الطاجن بالحرارة بتاعته وتبقى حرارته جامدة جدا، فالحاجة تستوي معايا فلازم اغطيه بورق الفويل. طبعا هقفله كده كويس جدا. ببقى طبعا مسخنة بقى الفرن من قبليها بنص ساعة، علشان لما اجي ادخل الطاجن لازم الفرن يبقى سخن معايا. بسخنه قبليها بنص ساعة وبدخل الطاجن، ما بياخدش معايا وقت خالص، بياخد حوالي ساعة. اول ما الساعة تعدي تطلعي الطاجن على طول وتجربي بالشوكة المكرونة،
وتشوفيها استوت معاكي ولا لا. لو ما استوتش معاكي هتحطيها في الفرن تاني، بس هي ساعة بالظبط والحاجة هتستوي معاكي. هدخله دلوقتي الفرن وبعد ما يطلع هوريهولكم. كده بعد ما طلع معايا خد معايا ساعة بالظبط، والمكرونة كانت مستوية وكل حاجة، ما فيهوش اي صلصة خالص، يعني ما فيهوش سوائل خالص. هبتدي بقى دلوقتي اقلب الطاجن واوريهولكوا شكله عامل ازاي. طبعا لو انت عايزة تسيبيه يبرد شوية مفيش اي مشكلة، بس عايزة اقولك ان هو برضو انا قلبته وهو سخن وهيبقى متماسك ومش هيفك خالص. كده بعد ما قلبنا الطاجن هوريكم بقى شكله من جوه عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين الوصفة ما خدتش مننا وقت خالص، سهلة جدا وسريعة وطعمها في منتهى الجمال، احلى من بتاعة المطاعم بكتير. كده الطاجن بعد ما طلع معايا، بصوا المكرونة متماسكة ما فكتش معايا خالص، وفي نفس الوقت مستوية. ما تقلقيش خالص ان المكرونة معانا مش مسلوقة. عايزة اقولك ان هي تحفة جدا، والصلصة كمان ريحتها حلوة قوي، مدية الطاجن طعم حلو وريحة كمان تحفة جدا. ان شاء الله تجربي الوصفة وتعجبك جدا. زي ما انتوا شايفين كده المكرونة مستوية معايا. السر في ان الطاجن يطلع معاكي طعمه حلو هي الصلصة اللي احنا بنحطها. لو عملتي نفس الخطوات اللي انا عملتها في الصلصة هتطلع معاكي الصلصة تحفة جدا. ونخلي بالنا كويس جدا ان الصلصة ما تبقاش تقيلة، لازم الصلصة تبقى خفيفة معايا علشان الطاجن ياخد وقته في السوى، لان لو هي متسبكة وتقيلة معايا المكرونة مش هتستوي خالص. فنخلي بالنا من شوية الحاجات دي، الطاجن معاك هيطلع مظبوط جدا واحلى من بتاع المطاعم كمان. انا كده خلصت الوصفة، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوه وتقولي لي رأيكم ايه. ما تنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.